بعدم دعوتنا إلى جلسة عامة في هذا الظرف العصيب الذي كثر فيه الحديث وكثرت فيه المزايدات، وكان يجب أن يدعونا سيد الرئيس إلى جلسة عامة في أوانها وإبانها حتى لا يتطاول علينا الغير. 2. إن المجلس الوطني التأسيسي هو مجلس نيابي رئيسه هو الناطق الرسمي طبق أحكام الفصل 24 باسمه. ولما كان هذا المجلس في معظم أعضائه بدءا فيما أعلم بكتلة حركة النهضة ثم كتلة المؤتمر ثم كتلة الوفاء، هؤلاء مجتمعون يشكلون غالبية المجلس، ولم يقولوا ولم يريدوا ولم يوافقوا على المشاركة في مبادرة الاتحاد العام للشغل. وكان لزاما على السيد الرئيس مع ما احترمه فيه وما أحبه فيه وما أقدر فيه من نضال ورصانة وعنصر جامع، إلا أن أعتقد أنه أخطأ بحضوره بصفته ممثلا عني، ولست راضيا عن حضوره في هذه المبادرة التي هي قفز على شرعية هذا المجلس. 2. أريد أن أقول أن أمهات القضايا الوطنية يجب أن تطرح في منبر هذا البهو في قصر باردو ولا في قصر المؤتمرات. قصر المؤتمرات هو للغناء والوطن في قصر باردو. أريد أن أقول أن هامة فرحات عشاد رحمه الله هامة عظيمة، هي الوحيدة الجامعة وهي الوحيدة التي تجمع بين كل تونسيين. أما غيرهم ممن يزرعون من فضل متقطعنيش، فإن هامة فرحات الحشاد العظيمة هي التي يمكن أن تجمعنا. صحيح أن الاتحاد هو منارة وهو تاج رؤوسنا، وأعيدها هو تاج رؤوسنا. أما من يزرع الفتن ويتلو الإضراب تلو الإضراب ويربك شعبنا ودولتنا وحكومتنا فليس حريا به أن يدعونا للوطنية، بل هو الواجب عليه أن يتلقى دروسا في الوطنية. ويجب أن يكون هذا المجلس هو منارة هذا الشعب. هذا المجلس هو إفراز لتضحيات فرحات عشاد العظيمة ولرفقائه في النضال كأحمد التليلي وغيره، والذين ناضلوا من أجل برلمان تونسي. الآن وقد تشكل هذا البرلمان فلا حديث إلا وسطه ولا حوار إلا فيه ولا حوار في غيره، ممن يدعون من أذلونا وسلطوا علينا السياط، يدعونهم اليوم بأساس شرعية توافقية. شو معناها شرعية توافقية وشرعية انتخابية؟ هي خيانة للشعب. الشرعية التوافقية ما معناه؟ أن الشعب أعطى الأصوات لهؤلاء ولم يعطيها لغيرهم ممن جمعتهم مبادرة الاتحاد. أحبك يا شعب، أحبك يا شعب، قالها فرحات عشاد. أحبك شعبا آمنا مؤمنا، أحبك يا شعب مزدهرا، أحبك يا شعب مؤسساتك تعمل وتشتغل بالليل والنهار كاليابانيين والكوريين والآسيويين. ولا أحبك يا شعب خسولا كسولا، أحبك يا شعب متفرقا، أحبك يا شعب ترجع إلى الوراء مع أزلام النظام السابق الذين أذاقونا المر. من يدعوهم فيجب أن يراجع نفسه قبل أن يعطينا درسا في الوطنية. لا أقول ذلك تجني على أشخاص في الاتحاد، بل أقول لهم إنهم انساقوا من حيث لا يشعروا، وهذا تفسير النعت الذي قلته فيهم. انساقوا من حيث لا يشعروا في إرادة تهميش المجلس. هذه المنارة برلمان تونسي كانت صيحة نقلها شهداء 9 أبريل، كانوا يدون ببرلمان تونسي من أجل هذا، كي تطرح فيه قضايا الوطن ولا تطرح في غيره. 2. سامحوني تكلمت بتأثر، فلأني أحب فرحة عشاد وأعشق فرحة عشاد وهو الهامة العظيمة، وغيره يصح فيه النعت الذي قلت، وأكرر وأصادق
اثنين، بالنسبة للعنف أريد أن ألفت نظر شعبي العظيم، وأنا جزء منه بل وأحقره، هذا العبد الفقير إلى ربه. أقول كل شيء مقبول في بلادنا إلا العنف، والسيما العنف السياسي. يجب أن نرسل رسالة إلى شعبنا أننا شعب آمن، عندنا 3000 سنة حضارة، ما لازمناش نضربوا بعضنا مهما اختلفنا في الرواع. أنا ضد ضرب إبراهيم قصاص، أنا ضد إبراهيم، ضد ضرب أي شخص تونسي مهما كان مهما اختلفت معه في الرأي. فاللكمات يجب أن تكون بالكلمات. وهنا أقول أننا عند نبذنا العنف السياسي يجب أن نتعظ نحن الأول قبل أن نرمي الأمر على غيرنا ونرمي عليه المولوتوف. يجب أن نتعظ أن العنف مآله الفوضى ومآله ما صار لعديد البلدان. العنف تنهار به الأمم وتنهار به الحضارات. فادعوا شعبي العظيم ألا ينساق وراء العنف، نتناقشوا نتضاربوا بالأفكار وحد الأفكار. وأريد أن أحيي وزير الداخلية لا حبا فيه، فهو يعرفني أنني لا أجامل أحد، أنه رغم قصر المدة التي أمضاها فهو شخص أثبت فاعليته في تقليص من حجم الفوضى العارمة التي كانت قبل قدومه إلى الوزارة. وأرجو أن نساهم نحن قبله كشعب في إقصاء العنف. التظاهر مسموح، التظاهر مرغوب، نظلنا سنين طويلة مجنا حق التظاهر، فيجب أن يتواصل التظاهر، يجب أن يتواصل الاعتصام، لكن دون تعطيل المؤسسات. واللي يدعونا إلى دروس في الوطنية يمشوا يقولوها لأرواحهم. الاعتصام لا يجب أن يوقف أي مؤسسة الدقيقة بحسابها، والشعوب ما تنتظرش، ولا بنين عمرهم ما أضربوا، يعمل لك شارع حمراء فقط ويخدم. وأدعو شعبي إلى العمل. هذه القيمة العظيمة التي أضحت تحت حذائنا اليوم، اللي كركر في الإدارة كركر، واللي يحطوه معلم ما يحبش يمشي، واللي يحطوه مدير ما يحبش يخدم. أدعو شعبي إلى العمل. العمل هو أسمى قيمة بشرية أعطاها ربي لعباده، فلا يمكن نرتقي بشعبنا إلا بالعمل ونبذ العنف. يجب أن نعطي لا إشارة إلى كل الشعوب أن الثورة التونسية هي ثورة حضارية، هي ثورة قيم، هي ثورة أفكار، وليست ثورة عنف أو فوضى في المؤسسات. واللي يحب يعمل فوضى في المؤسسات ففرحات عشاد رحمه الله رحمه الله رحمه الله بريء منه. وأنا هي شكرا سي نجيب الحسني.